السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في التعاملات المسائية بالبنوك والسوق السوداء. بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي قناة مصر 24 ساعة الكرام، أدعوكم للاشتراك في القناة من أسفل الفيديو من العلامة الحمراء مع تفعيل زر جرس التنبيهات. ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، ورفع البنك التجاري الدولي سعر الدولار قرشا واحدا إلى 17 جنيه 86 قرشا للشراء و17 جنيه 96 قرشا للبيع، مقابل 17 جنيه 85 قرشا للشراء و17 جنيه 95 قرشا للبيع بتعاملات الصباح. ورفع بنك الإسكندرية سعر الدولار قرشا واحدا ليصل إلى 17 جنيه 84 قرشا للشراء و17 جنيه 94 قرشا للبيع في الفترة المسائية، مقابل 17 جنيه و83 قرشا للشراء و17 جنيه 93 قرشا للبيع في الفترة الصباحية. كما زاد سعر صرف العملة الأجنبية في البنك العربي الإفريقي إلى 17 جنيه 85 قرشا للشراء و17 جنيه 95 قرشا للبيع، بعد أن كان في الفترة الصباحية 17 جنيه 83 قرشا للشراء و17 جنيه 93 قرشا للبيع. وارتفع سعر الدولار في بنك القاهرة في الفترة المسائية إلى 17 جنيه 86 قرشا للشراء و17 جنيه 96 قرشا للبيع بالتعاملات المسائية، مقابل أن كان في الصباح 17 جنيه 85 قرشا للشراء و17 جنيه 95 قرشا للبيع بتعاملات الصباح. واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي ومصر عند 17 جنيه 77 قرشا للشراء و17 جنيه 87 قرشا للبيع. وظل سعر الدولار مستقرا في بنوك البركة وكريدي أجريكول وأبو ظبي الإسلامي وقناة السويس عند 17 جنيه 87 قرشا للشراء و17 جنيه 97 قرشا للبيع. وارتفع متوسط سعر الصرف في السوق الأسود ليسجل 17 جنيه 98 قرشا. في نهاية الفيديو بشكركم، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.